اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعتذر لو صوتي بالنبرة دي، فمعلش بقى يعني سامحوني وحقكم عليا. أنا تعبانة شوية مع شوية هايبرة كده مع الأولاد، مع تأنيب ضمير بعد رد الفعل على اللي هم بيعملوه. ده حال الأمهات، شوية بنعيط، شوية بنضحك، شوية بنزغرد، شوية بنتنطط، شوية عاملين لهم رجوزات، شوية بنعمل كل حاجة في نفس ذات اللحظة. فمعلش حظكم ان اسجل الفيديو وانا بالحالة دي، فوالله غصب عني. انا بحاول بس ان انا اخرج نفسي من المود اللي انا فيه على قد ما اقدر. فقبل ما نبدأ هنعمل ايه؟ هنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. صلي على النبي اختي كده واكتبها في التعليقات عشان كلنا ناخد حسنات. لو اول مرة بتشوفيني فانا نور، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عندي 3 أولاد في مرحلة صعبة جدا، فبجتهد ان انا اكون ام، بجتهد ان انا اكون ام بس. فالله المستعان، مش عارفة اقول ايه. ربنا يا رب يحفظهم ويحميهم ويقوينا يا رب على تربيتهم انا وانتوا يا رب، وكل حد بيقول امين وكل حد بيدعي لي دعوه حلوه. ربنا يقويكم ويحفظ لكم اولادكم ويجعلهم لكم يا رب الذريه الصالحه يا رب، هم واولادي، ويرزق كل مشتاق يا رب للذريه الصالحه يا رب. يرزقكم يا اللي في بالي بكل حاجه حلوه تتمنوها في الدنيا، ويفك كربكم ويحنن قلوب كل اللي حواليكوا عليكم يا رب. انا بدعي لكم ان نغشيش قلبي والله العظيم. فلو اول مره بتشوفي قناة عالم نور هتحطي اللايك وهتعملي شير، ولو انت جديدة هتشتركي في القناة وهتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديو ان شاء الله جديد هينزل معاكي الفترة الجاية. جهزنا مع بعض فطار عشان ناخد باور كده ونبدأ ان احنا نتحرك ونقول بسم الله توكلنا على الله. طبعا هي صدفة بحتة ان انا البس اللون البحراوي ده واللون الازرق الغامق بتاع البحر ده، ونفرش كمان الملاية السماوي دي. فهي صدفة، مش يعني انا بزهق كتير من الاشكال الفرش اللي عندي. ففي كل مرة بحاول ان انا لما افرش لون ابقى انا فعلا نفسيتي محتاجة، اللي هو محتاجة اشوف الوان صافية كده. فالله المستعان يا رب. ربنا يا رب يقوينا جميعا والله العظيم. اوقات كتير لما بكون مخنوقه وزهقانه بقوم اغير فرشه السرير. هتقولي لي ليه يا نوره؟ اقولك عشان ببقى عايزه لون مبهج اشوفه يفتح نفسيتي على الدنيا، يعني احس كده ان انا لما بشوفه اكون مبهج، يعني لون بيدخل السرور لقلبي وبحس فيه ببهجه. فالفطار طبعا مش كله للدايت، ولكن انا اغلبيه وقتي يا جماعه ببقى معتمده على وجبه اساسيه، عشان الناس برضو اللي بتسالني وبتتفاجئ من شكلي حاليا. ببقى معتمده على يومي كله في وجبه اساسيه، يا خدتها الصبح يا خدتها بالليل. بمعنى ان لو انا دبيت جامد قوي قوي في الفطار بحاول ان انا في العشاء اخفف الدنيا. لو انا في الفطار ما اكلتش كويس، يعني مش واكله كويس وكده ومعتمده ان انا اكلت كده بس نقنقت كده واكلت اي حاجه وخلاص عشان ما اشربش اي منبهات على معده فاضيه، ادب في العشاء كويس واكل وجبه العشاء تكون كويسه تشبعني لتاني يوم. ما عملتش كده وما اكلتش وجبه على مدار اليوم فيها بروتين محترم مع مثلا الياف، او اخدت برضو الكارب بتاعي وتبقى وجبه كامله متكامله مشبعه، بلاقي نفسي باجي على بالليل كده على الفجر بجوع وبلطش في اي حاجه قدامي، يا حلويات بقى مع شاي، يا حلويات مع بيبسي، يا عندي اصناف من الفواكه بعك فيها. انما لو عاوزيني اتكلم معاكم عن موضوع الدايت بتفاصيل كتير، ده هتتابعوه معايا على القناه الكبيره. ليه؟ لان في ناس كتير بتسالني، ومع احترامي لكل حد هيقول لي يا نور انت اتكلمتي وعملتي 200,000 فيديو عن الموضوع ده، طب انا اعمل ايه لو بيطلب مني تاني؟ يعني انت شوري عليا، انت كحد مثلا بتحبي كل المتابعين اللي عندك ماشي، ومش بتفضلي حد عن حد، وكلهم عندك اخواتك وبتتقي الله فيهم كلهم. ففي حد واقع منه معلومه، في حد شاف الفيديوهات وما كانش مهيأ نفسيا ان هو ياخد الخطوه دي دلوقتي، وبعدين بدأ يتشجع وعاوز ياخدها في الوقت المناسب ليه، فبيطلب مني ان انا اكون متعاونه معاه. انا المطلوب مني اعمل ايه عشان حضرتك مش عاجبك ان انا اتكلم على موضوع الدايت والتخسيس؟ يا ستي بنشجع بعض،
يا ست الكل يا قمر بنشجع بعض، ايه زعلك انت؟ ايه زعلك؟ انا مش فاهمه. المهم خلصنا الغرفة بتاعتي وظبطنا الدنيا وغيرنا فرشة السرير. اللي بيتابعني كويس من سنين هيبقى عارف ان الفرشة بتاعت الفيلة دي قد ايه انا بعشقها. لكم ان تتخيلوا ازاي الوانها مريحه نفسيا بالنسبه لي. يوم ما كانت الدنيا تبقى ضيقه عليا قوي ومخنوقه قوي قوي قوي، كنت اقوم احط فرشه السرير دي في اوضه المعيشه اللي ببقى قاعده فيها على طول ومشغله فيها الشاشه وقعدتنا باستمرار فيها ولعبنا واكلنا ونومه كل حاجه كانت فيها. احلى ايام والله يا اخواتي، احلى ايام. ربنا يا رب يعني يحل ايامنا اللي جايه ويرزقنا في أحبابنا ويرضينا من حيث لا نحتسب بكل حاجة نفسنا فيها يا رب، وينعم علينا من حيث لا نحتسب. فبعد ما خلصت طبعا أنا أول بأول كده ما بستناش، فرش السرير اللي بيتغير ببدأ على طول. يعني ايه، عارفين اللي هو ما فيش هدنة، ابدا على طول اتوكل على الله واغير فرشه، يعني اغير فرشه السراير. ابقى الحاجه محطوطه في الغساله بتتغسل، اللي هو اول ما اخلص اغسل. ليه؟ عشان الدنيا اسمها ايه، ما تتراكمش عليا. طبعا هنا كنت شايله الزرع عشان احباب الله كانوا عاملين لي فرح فرافيت في الارض، فرافيت في كل حته زي ما انتوا شايفين كده، فرافيت 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 في كل مكان. انا تقولوا لي ايه يا نور يتعب نفسيتك او يحسسك بعدم النظافه؟ اقولك الفرافيت اللي في كل مكان دي بحس ان هي بجد بتعطلني في حياتي. لو مشيت ولقيت فرافيت جت في رجليا اعرف ان انا كده وصلت لأسوأ مراحل التنظيف، اللي هو انا كده يومي مش لذيذ ومش حلو، وكده لازم اخد وقفه مع نفسي واقوم افرج بقى في الشقه. لو بقى اشغل المكنسه، لو الفرافيت على السيراميك بس مش على السجاد كمان، اقوم جايبه فوطه كده منديه ميه. لو انا ما عنديش جهد ان انا انضف كل الريسبشن مثلا، اقوم جايبه فوطه منديه ميه واقوم لما بقى فرافيت مثلا تحت منشر لو في الغرفه او بره حطاه في الريسبشن، لو مثلا في اللهم صل على النبي عند الترابيزات، لو تحت الكومود في غرفتي، تلاقوني كده اللي هو اسرع تنظيفه بالنسبه لي. اللي هو انت في نفس الوقت ما بتسيبيش الموضوع يبهوأ منك قوي، وبتحسي ان انت لو جريتي مثلا في اي وقت تحت الكومود وقعت منك حاجه بتجري تجيبيها، العيال بيلعبوا بتاع، المنظر نفسه مش قرفك، يعني مش حاسه ان انت الدنيا عندك مش نظيفه. فولله الحمد انت يعني لو جيتي على غفله دخلتي بيتي وشلتي بس كده تحت السجاده تلاقي البلاط بيلمع، ما تحسيش ان انت مثلا تحت السجاد في قرف وفوق لا، تحسي الحمد لله الحمد لله الدنيا زي الفل. فبعد ما بخلص لو المكنسه عندي كنت منضفه بيها قبل كده ويا دوبك لميت بيها من على الوش، اغسل الحاويه بتاعتها. ما ينفعش بقى اكسل عن حته الحاويه دي لاني بهيئها للتنظيفه الجايه. بصوا يا جماعه، انا عشان اكون صادقه وصريحه معاكم، وطبعا هي شهاده حق ربنا يحاسبني عليها، هي المكنسه محاويه بذاتها كده مش وحشه، ماشي، هي حلوه، بس حاول ان انت لما تيجي تختاريها اختاري الحاويه بتاعتها تكون بتشيل لترات كتير من الاتربه. ده رقم 1. رقم 2، اوعي وحذاري تجيبيها سرعه واحده. هتقولي لي ليه يا نور؟ هقولك عشان خاطر اللهم صل على النبي، بتتكتم بسرعه لو سرعه واحده. انما لو هي عندك درجات من السرعات، يعني مثلا سرعه اولى، سرعه تانية، سرعه ثالثه، فانت بتتحكمي في قوه الشفط بتاعتها، فمش هتتكتم معاكي بسرعه. وكمان لو الجايبه الحاويه بتاعتك مثلا هاتيها ازيد من لتر 200، دي تقريبا اللي عندي لتر 200. عشان الناس اللي بتسال يا نور نوع مكنستك ايه، يا جماعه المكنسه بتاعتي مش سعفاني، يعني يا دوبك هي تنظيفه في الشقه كلها وشكرا. عايزه اقول لكم ان المكنسه القديمه بتاعتي كنت جايباها زانوسي، لو فاكرين اللي كان لونها اصفر، دي اللي هي بتاعت كيس اتربه عاديه خالص. كل مشكلتي معاها كانت في الخرطوم تقريبا، معرفش بقى من الركنه ولا هي كان ايه عيبها. الخرطوم كان دايب، بيتقطع لوحده، بيتقطم كده لوحده، اللي هو بتيجي تشتغل بيها تلاقي الخرطوم اتشقق.
معنى ان الخرطوم يتشقق ان هو مش هيشفط معاكي، خلاص بقى فيه فتحات. فالخرطوم عندي كان متكل بيقع لوحده، بيتقطع لوحده، فضل يتقطع حته حته لغايه ما بقاش فيها خرطوم اصلا. يعني بقيت شويه اعمله باللزق، شويه مش عارفه اعمله بايه، شويه اقطع الحته القديمه واربطه من اول وجديد في البتاع اللي بتبقى في المكنسه نفسها وفي اليد دي. يا اخواتي كان ده كل عيبها. لكن كيس الاتربه كان بيبقى مكتوب، يعني هو تقريبا كان برضو لتر وحاجه او لتر ونص حاجه كده تقريبا. انا من ساعه ما اتجوزت لغايه اما ركنتها بعد ما خرطومها باظ ما نضفتهاش على مدار سنين غير كم مره بس يتعدوا على صوابع الايد الواحده، او يا ستي نقول نضفناها 10 مرات على مدار كام سنه. حلوه في ان هي بتجمع اتربه كتير، دي حلوه تمام ما فيهاش مشكله. ولكن التانية بقى بتاعت الحاويه افضل. ليه؟ لان ما بتكتمش نفسك لما بتيجي تنضفيها. يعني اللي هي بتاعت كيس الاتربه دي لما تيجي تنضفيها بتلاقي نفسك اتكتم من التراب اللي بيطير عليكي والتراب اللي لازق في الكيس، وتيجي تغسليه تلاقي بلاوي طالعه منها. انما التانية حاويه بتدلقيها كده خلاص اتدلقت وخلصت معاكي. فوالله بعد التجربه وبعد سنين من التجربه، انتوا عارفين المكنسه اللي هي الحاويه دي بقى لها عندي كام سنه، هي مش حلوه ومش وحشه، ولكن هي مش مسعفه ليا. يعني مش ايدي ورجلي في البيت، لازم اتعامل معاها معامله خاصه وبتعطلني اوقات كتير عن التنظيف. فلازم دايما تكون نظيفه عندي وغسله الفلتر بتاعها عشان اخد منها يعني قوه شفط محترمه. غير كده شكرا هي متكستحه معايا، تيجي تشفطي بقى تلاقيها معدومه الشفط ما بتشفطش اصلا. المهم بعد ما غسلنا الحاويه دخلنا طبعا على الحوض وشهيصنا النفسيه وصبنت المواعين. وده يا جماعه روتين يومي للام اللي بتلف في ساقيه، اللي هو انت طول اليوم بتلمي من هنا لهنا 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 وبتلفي في الشقه كلها، بس في نفس الوقت بتحافظي على نظافه البيت كله. عشان الناس اللي بتسالني ازاي يعني بتبقي محافظه على بيتك ان هو يبقى نظيف طول الوقت، عشان انا يا جماعه طول الوقت الحاجه اللي ببقى شايفاها وعيني لقطاها مش نظيفه بعملها، ما بستناش تتراكم عليا. ايوه ببقى يعني في تنظيفات عميقه المفروض تتعمل، ولكن الحاجات اللي بتتعمل روتين يومي زي الكنس، غسيل المواعين طبعا، الحاجات اللي انت شفتوها معايا دي، تغيير فرشة سرير، غسيل نشير، حاجات كلها انتوا شفتوها داخل الفيديو، يعني شايفينها صوت وصورة اهو. بس وفي نفس الوقت ما احبش بقى ايه تراكم المواعين عندي. يعني غسلت مواعين كتير الم كل اللي في المطبقية اللي اتصفى ارصه مكانه. ولو عندي حلل مثلا فيها اكل او حاجة هيخش التلاجة ما دخلش بحلتها حتى لو هنستخدمه تاني يوم. ركزي على دي بقى، يعني ركزي على النقطه دي كتير. اللي هو يا نور طب ما انت كده كده ممكن تعملي مثلا نوع شوربه لسان عصفور او ملوخيه، ما كنتي وفرتي غسيل الحله. ما بعرفش يا جماعه، ما بعرفش. اولا تلاجتي صغيره، ثانيا يعني مش عارفه، بحس ان انت لما تفضي الاكل في علبه وتدخليه كده بعلبته وقت ما تيجي تحتاجيه براحتك كده احسن بالنسبه لي. هو طبعا ارهاق بان انت بترجعي تغسلي الحله تاني او هتستخدميها تاني يوم، مش مشكله خالص عادي، ولكن بحس كده بنظافه اكتر. فادينا اهو خلاص انا عينت الاكل اللي كان محتاج يخش التلاجة. هنا بقى كنت بجهز شوربه لحمه، بشوح لحمه عشان محتاجه ان انا اجدد اكل. طب وشوربه الفراخ اللي شلتيها عادي هحتاج لها برضو. فانا عن نفسي لو هتساليني بتحبي يا نور الملوخيه بايه، اقول لك بشوربه الفراخ مش اللحمه. كل واحد فينا ليه مفضلات. ابو عمر بيحب اللحوم اكتر من الفراخ، انا بحب فلو حد زي يا ريت يكتب لي في التعليقات بتحبوا الفراخ اكتر ولا اللحوم اكتر. وبس والله يا اخواتي ده كان روتين النهارده. لو وصلتي معايا لاخر الفيديو ونسيتي تحطي اللايك، فانا بفكرك يا ست الكل قبل ما تمشي وتسيبيني تحطي اللايك وتدعي لاختك دعوه حلوه بظهر الغيب ان ربنا يقويني على اولادي ويحفظهم لي يرزق كل مشتاق للذرية الصالحة. ويا رب يا رب يعني ربنا يبعت لك 10 أمثال كل دعوة حلوة هتدعي لي. ادعي لي ان ربنا يرزقني بالبيت الواسع الفسيح من حيث لا احتسب واستقر بعيالي. والله بقى اختي واقول لك سلام، يلا باي.